قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال العلماء، الشيخ ابن عثيمين ينقل عن العلماء: إنما كان من الله ولا صنع للآدمي فيه، وكان يؤذي المصلين فإنه يخرج. وين يخرج؟ يعني من المسجد. لا تصلي وانت تعاني من هذه الروائح. ايش الروائح هذه؟ هذه الروائح اللي مالك دخل فيها، ما انت متسبب فيها انت بتساهلك بعدم اهتمامك، لا، هي من الله، ابتلاء. احيانا في ناس عندهم مشاكل صحية تؤدي الى رائحة فم كريهة، او رائحة انف كريهة، او رائحة ابط كريهة، الله يكرمكم. فهذول الناس من اهل الاعذار يجوز انك تصلي في البيت. طيب يا بندر، انا نفسي تشتاق، انا ابتلاني الله في مثل هالامور هذه، ونفسي تشتاق، ودي اصلي مع المسلمين، اخاف اني اثم، اخاف انه ينقص ايماني. نقول لك اطمئن، ديننا يسر ولله الحمد، صل في البيت وباذن الله اجرك واصل وما عليك اي اثم. لانك تكون آثم مع علمك بهذه المشاكل، آثم لانك تؤذي المصلين بهذه الروائح، تفسد خشوعهم، ما لهم ذنب. أنت يا المصلي إذا صلى جنبك واحد سواء كان غير مهتم بنظافته أو أنه من أهل الأعذار، يجوز لك أنك تقطع صلاتك وتصلي وتغير مكانك وتصلي بعيدا عنه، والله يعين اللي بيجي مكانك. نعم، هذا شرع يا جماعة، لازم احنا نتكلم بشكل صريح. أنتم يلي تعانون ابتلاكم الله بمثل هذا، أقول اطمئنوا مع فعل الأسباب، أسأل الله أن يشفيكم عاجلا غير آجل. مع فعل الأسباب انك تروح تتعالج، ارجوك لا تصلي في المسجد وتراك معذور ومأجور، وبإذن الله فعلك لهذا الأمر واجتنابك الصلاة في المسجد انه بإذن الله يكون سبب في شفائك عاجلا غير آجل. حبيت اني انقل لكم هذا الكلام واحبس لكم، وبحط لكم الآن الكلام مكتوب في نهاية السنابات. فالكم العافية، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.